السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى معانا طريقة حلوة جدا جدا، او طريقتي اللي انا بستخدمها على طول لتفريز البامية. وطبعا احنا في موسم تفريزات البامية دلوقتي، اللي عايز يفرز موجودة بشكل كبير جدا جدا في الأسواق، وموجودة بكميات وأسعارها أفضل من أول ما طلعت بكتير. فهو ده الوقت الجميل يعني لتفريز البامية، علشان تقعد معاكي من السنة للسنة حرفيا بالطريقة اللي أنا هوريها لك النهاردة دي. اول حاجه انا بجيب الباميه، بفضل يعني انا بفضل ان انا اشيل الصغير على جنب، واسيب اللي هو الطويل او الوسط على جنب لوحده. دي بيسموها باميه زيرو، اللي هي بتبقى صغيره جدا قد عقله الصابع تقريبا واصغر كمان. دي بيسموها باميه زيرو. تمام. وطبعا لما بتتباع كمان في السوبر ماركتس، مثلا في الشركات المعروفه اللي بتبيع الخضار المفرز يعني، بالباميه اللي هي الزيرو او اصغر مقاس في الباميه، ده هو ده بيكون اغلى نوع فيها. تمام. انا هنا بس بوريكم طريقتين لتقميع الباميه. في ناس بتعملها كده، اللي هي بتبقى مثلا زي المثلث من فوق، وفي ناس بتروح قشطها على طول من فوق كده، بحيث ان هي تبقى شكلها عادي جدا. انا عايزه اقول لكم ان طريقتين سهلين جدا وطريقتين صح. شوفي الاسرع بالنسبه لك وشوفي الاسهل، مفيش حاجه اسمها قاعده ومفيش حاجه لا ما ينفعش، كله بينفع. انتي لو عندك بنوته او ابنك او اي حد مثلا صغير جنبك، يقدر ان هو يساعدك في الحاجه دي، بس طبعا يعني يكون سنه يسمح ان هو يمسك السكينه يعني. تمام. ويقدر ان هو يساعد معاكي، يقدر ان هو يقطعها قطع عادي جدا من فوق زي ما انا هوريكم دلوقتي. مش شرط بقى نعملها مثلث والتقميع من فوق، يعني هي دي بس نقطة انا حبيت الفت نظركم ليها، عشان في ناس كتير مش بتحب الطريقة دي يعني، وما بتعترفش غير ان هي لازم تعملها مثلثة كده من فوق. بس نرجع بقى لموضوعنا. انا هنا بس حبيت ان انا اوريكم الفرق ما بين الباميتين. في عندي بامية حجمها بيبقى كبير شويه، وفي باميه بتبقى الزيرو دي. انا لما بجيب الكميه بتاعتي بحاول ان انا افصل ده عن ده. دي كده الباميه الزيرو الاولانيه اللي انا كنت بقطعها معاكم. تمام. بقمعها معاكم، هو ده حجمها بالظبط، بتبقى لذيذه جدا جدا وما بتتقطعش بقى في التسويه وكده. تمام. دي بقى الباميه الاكبر شويه. طبعا انت بتجيبي من عند مثلا الخضار اللي بتاع الخضار يعني والحاجات دي، بتجيبي بالكيلو او مثلا 5 كيلو او حاجه، فهو بيديكي، فبيطلع منها طبعا صغير على كبير. لو فصلتيهم كده احسن جدا، لو ما فصلتهمش طبعا مش فارق يعني. بس دي حاجه يعني شخصيه كده. تمام. فدي الباميه الكبيره ودي الباميه اللي هي الوسط. اول حاجه خلاص احنا قمعنا وظبطنا. بجيب انا هنا حله واحطها على النار، بملى مثلا نص الحله كده ميه او حاجه، وببدا ان انا اغليها، اخليها تغلي. اول ما الميه معايا تغلي لازم اعصر عليها ليمونتين. تمام. على حسب برضو الكميه اللي معاكي، بعصر عليها ليمونتين. واول ما تغلي كده ببدا ان انا انزل بالباميه. طبعا انا عامله حلتين، حله للباميه الزيرو وحله تانية للباميه الطويله شويه. وببدا ان انا اقلبها تقلبتين مع الليمون اللي احنا عصرناه والميه المغليه دي. واول ما تقلب قلبه واحده، يعني تغلي غلوه واحده، نبدا على طول ان احنا نطفي النار عليها ونشيلها. تمام. هتشوفوا دلوقتي معايا اما تقلب هتقلب ازاي. هي كده تعتبر خلاص غلت او قلبت اول قلبه ليها، احنا مش بنطول عليها اكتر من كده. انت عندك طريقتين، يا اما تحطي طبق كبير جنبك مليان ميه ساقعه او ميه بتلج وتنزليها فيها وتسيبها شويه لحد ما تبرد، يا اما تحطيها مثلا في مصفى زي كده، وتبداي تفتحي عليها الحنفيه وتخلي الميه تنزل عليها لحد ما تبرد خالص. تمام. فانت بتفضلي تقلبي فيها كده حتى هتلاحظوا ان البخار بدأ يهدى خالص، فهي كده بتبرد يعني خلاص. فانت عندك الطريقتين دول، تقدري تستخدمي اي طريقه منهم. وما شاء الله لو لاحظتم هتلاقوا اللون اخضر جدا. ما بقتش مثلا اللون بتاع الباميه بقى اللي هو الاصفر او الاخضر الباهت، لا لونها جميل جدا وفريش جدا، وهتفضل معاكي لاخر كيس هتطلعيه من الفريزر هتفضل فريش معاكي. ده شكلها بعد ما هديت خالص وبردت تماما تماما. هبدا ان انا احطها بقى في طبق كده، واجيب بقى معايا الاكياس اللي انا عايزه احفظ فيها، اللي هي اكياس التلاجة العاديه جدا. اهم حاجه ان انت تفتحي الكيس وتبداي تحطي الكميه اللي انت عايزاها.
تمام. يعني انا مثلا عامله الكيس ده المقدار حاجه بسيطه جدا، عايزه المقدار حله صغيره مثلا او يكفي فرد واحد، لان في الغالب بنعمل حاجات تانية جنب الباميه يعني. تمام، مش بتبقى الباميه بس لوحدها. فانت طبعا على حسب الكميه بتاعتك وعلى حسب المقدار اللي انت عايزه تعملي بيه الباميه بتفرزي زي ما انت عايزه. اهم حاجه ان انت بتفرديها كده وتطلعي منها الهواء تماما، لازم الهواء يطلع منها خالص. ليه؟ علشان الهواء ما يساعدش ان هي تسمر معاكي او ان هي تغير لون او تكون مثلا تلج او حاجه. فده هيفيدك ان شاء الله بعد كده في التسويات، وان هي تطلع معاكي فريش، اول كيس زي اخر كيس هتستخدميه بالظبط. فانا حبيت بس اقول لكم هنا. وفي كمان معلومه عايزه اقولها لكم، ان في لونين من الباميه منتشر السنه دي بالذات، وطبعا هو موجود على طول ولكن منتشر المره دي في الاسواق بكميه يعني. ان في باميه بتبقى لونها اخضر خالص زي كده، وفي باميه تانية بتكون مشبحه باحمر او لونها احمر شويه. انا بس عايزه اوضح لكم ان الفرق في الاتنين، الباميه دي والباميه دي، هو ليس إلا اللون فقط. يعني هي نفس المواد الغذائية والمكونات الغذائية وكل حاجة موجودة في البامية اللي لونها أحمر، هي بالظبط اللي موجودة في البامية التانية اللي هي لونها أخضر العادية اللي احنا عارفينها. وطبعا في السوا كده كده كله في الآخر بيبقى لونه واحد موحد، مفيش حاجة مختلفة عن التاني يعني. في ناس بتستخدم البامية الزيرو دي في الطبيخ العادي اللي هو طاجن مثلا بامية باللحمة، وبيستخدموا البامية اللي هي الكبيرة أو اللي هي الطويلة شوية في البامية اللي هي بتتعمل بطريقة الويكا. ولكن احنا بنعتمد عامة على طول البامية اللي هي الطبيخ العادي. خلاص كده. انا هنا خلاص هوريكم بقى شكل الاكياس وهي مقفولة في الاخر. احنا كده عبينا الكمية اللي معانا، طبعا دي الزيرو بس لسه فاضل الطويلة انا بعمل فيها ايه؟ بجيبها وببدأ ان انا اقطع الطويلة منها جزئين او 3. وبتبقى حلوة جدا برضو في الطبيخ يعني، ما بتبقاش فيها اي مشكلة. انا هنا ربطت كل كيس وطلعت منه الهواء خالص خالص. تمام. وهنا بقت خلاص كده كل كيس يعني مقفول باحكام جدا جدا، ومفهوش هوا خالص، يعتبر بنسبة كبيرة جدا مفيش هوا. خلاص. هنبدأ ان احنا نفرز الكمية دي نحطها في الفريزر عادي، وقبل ما نبدأ ان احنا نطبخ نطلعه مثلا قبلها بربع ساعة ولا نص ساعة بالكتير قوي. انا هنا بس حطيت لكم صور للباميه دي بعد ما اتطبخت، كانت يا جماعه في منتهى الجمال وفريش، وطعمها ممتاز جدا جدا جدا. شكلها حلو، لونها حلو، ريحتها طازه جميله جدا. ان شاء الله هنبقى نعمل فيديو مفصل كده لطريقتي في الباميه ان شاء الله، لان انا مش بعملها برضو بطريقه التسبيك الشديده، ان هو اللحمه مع الباميه مع الصلصه وكده. بعملها بطريقه اخف وبتبقى لذيذه جدا جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد حبايب قلبي، وما تنسونيش في اللايكات الجميله والاشتراك ثم الاشتراك ثم الاشتراك يا حبايب قلبي، الاشتراك اهم حاجه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.